السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني في كل مكان أهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله من مطبخ ماما عبير هعمل لكم الكفتة الغمراوي. كفتة طعمها لذيذ جدا. احنا طبعا كفتة الرز طبعا ليها مسميات كتير، يعني كل محافظة بتسميها اسم، بس هي في الآخر اسمها كفتة رز، عشان بس نبقوا فاهمين يعني. بس في طبعًا عندنا في الأرياف بيعملوها بطريقة حلوة عجبتني، قُلت لازم يعني أعمل لكم الوصفة ديّة. طعمها لذيذ جدًا. يالّا نسمي الله وندخل نعرف الطريقة ونشوف المقادير. زي ما أنتم شايفين كده، أنا معايا الكبة هنضرب فيها الخضرة بتاعتي. أنا طبعًا جِبت الخضرة وغسلتها كويس، وجِبت البصل وقشّرته. نزلت بالبصل قطّعت الخضرة نزلت بيها في الكبة. طبعًا هافرُم كل ده، لازم أفرُمه فرْم ناعم، لازم أخلّي الخضرة مع البصل أدّيهم كده فرمة محترمة، لازم تبقى ناعمة جدًا. أنا جِبت الرز وغسلته ونقعته شوية عشان يبقى طري، وبعد كده نشلته من المَيّة وسِبته كده ينشف شوية، وبعد كده هانزل بيه مع الخضرة. عايزين تضربوه وتطحنوه، ما فيش أي مشكلة، بس الوصفة ديّة دايمًا هُم بيحطّوا الرز كده، يعني بيحطّوا الرز يعني بيغسلوا الرز وينقعوه وبعد كده يفرموه مع الخضرة، تمام كده. هو عشان الرز طري ومغسول، فمش هياخد يعني إيه وقت في الفرم، هو هيتطحن مع الخضرة بسرعة، تمام كده. أنا طبعًا ضِفت الرز مع الخضرة. الخضرة قبل كده أنا يعني نعّمتها هي والبصلة، فرمتها كويس أوي، وبعدين نزلت بالرز زي ما أنتم شايفين. بُصّوا اتطحنت يعني في minute، أقل من دقيقة كانت مطحونة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا اتفرمت إزاي، بقت ناعمة جدًا، جدًا. يعني ما تخافوش تقولوا ده الرز هياخد وقت وهياخد غلبة وكده، لأ، 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 ما تخافوش. جِبت بقى هنا معايا نُص كيلو لحمة مفرومة، نزلت بيها وبرضه هادّيها فرمة محترمة. طبعًا اعملوا الكمية اللي أنتم عايزينها، يعني أنتم ممكن تعملوا كمية كبيرة أوي. جِبت هنا التوابل، معايا فلفل أسمر وبابريكا كزبرة وكمون وملح وفلفل أسمر. نزلت بالتوابل دي كلها، التوابل اللي أنتِ تحبيها. بس إحنا طبعًا عارفين التوابل بتاعة كفتة الرز إزاي، كلنا حافظين يعني المقادير وعملناها كذا مرّة. فرَمت برضه، أعطيتها فرمة كده مع البهارات. آآ طبعًا هي ما خدتش وقت خالص والله يا جماعة. أنا بافرُم، الناس اللي دايمًا بتشكِّك في الكبة ديّة، الكبة الحمد لله شغّالة والحمد لله مِيّة، مِيّة، وباعمل بيها كل الوصفات. ماشي، عشان التعليقات بدأت تضايقني، يعني بيكتبوا لأ ده الكبة ديّة مضروبة لأ هي كويسة. أنا ضِفت هنا معلقة توم كبيرة، تمام كده. يبقى نزلت بالبصلة وبعدين نزلت بالخضرة وضربتها، وبعدين نقعت الرز ونزلت بيه وطحنته مع الخضرة، وبعد كده نزلت باللحمة والبهارات ومعلقة توم مفروم. كل ده ضربته تاني. باعيد لكم المقادير عشان ما حدش ينسى. وأنا كده هاكتب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان الناس اللي نفسها تعمل الوصفة ديّة. باجيب بقى باشكّلها بقى براحتي. أنا هاعملها كده زي البرجر، يعني قرص كده هنبطّطه بإيدي كده. عايزين بقى تشكّلوه تعملوه كِوَر صغيّرة، عايزين تعملوها يعني صوابع وتخزّنوها تفرّزوها يعني في الفريزر، ما فيش أي مشكلة. أنا جِبت هنا حلة وجِبت بصلاية قطّعتها زي ما أنتم شايفين كده، وهاجيب طماطماية برضه أقطّعها وأحطّها في يعني قعر الحلة كده.
انا دلوقتي هستخدم شوربة. يا ريت يكون عندك شوربة لحمة مش شوربة فراخ. لو عندك مفرزة شوربة لحمة في الفريزر هتطلعيها طبعا هتسيحي الشوربة وتنزلي بيها على الكفتة. ما عندكيش ممكن مرقة دجاج، يعني هتعملي شوربة مرقة دجاج عادي كده بمية عادي وتنزلي بيها، مفيش اي مشكلة برضو. بس انا بقول يستحسن ان انا يكون عندي شوربة لحمة تكون دسمة كده مع الوصفة ديت، هتدي للكفتة طعم لذيذ جدا جدا. بجيب بقى الكفتة بتاعتي اللي انا قرصتها كده زي ما انتوا شايفين، عملتها زي البرجر كده اهوت، اقرص البرجر وبرصها في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بجيب الشوربة وبنزل بالشوربة زي ما انتوا برضو شايفين كده. بعد كده بقى انا يعني بوسطن عليها النار، لا بعلي النار عالية قوي ولا يعني بوسطنها كده. انا حطيت هنا حبهان وضفت كمان معلقة سمنة فلاحي و يعني ما هو في ناس بتحبها بعد ما بتخلصيها بتحبها تقليها، وفي ناس بتاكلها كده. يعني معظم الأرياف عندنا بياكلوها كده، بيحبوها بعد ما بيسووها في الشوربة كده بياكلوها كده، بيبقى بجد بجد طعمها روعة روعة. ماشي. عايزين تقلوها هنجيبوا بيضتين وكوباية لبن زي ما انتوا شايفين كده، و طبعا بالشوكة كده هقلب هضرب البيض مع اللبن. وبعد كده هنزل بكوباية دقيق واحط بقى البهارات اللي انا عايزاها. يعني البهارات اللي بتحبوها حطوها بس ما تحدقوهاش قوي، يعني حطوا زي ربع معلقة ملح، يعني ما تحدقوش الخليط بتاع البيض دهوت، عشان كده كده الكفتة فيها ملح وطبعا حطيت لها بهارات فهي مش محتاجة. انا بس عملتها. بص انا حطيت هنا يعني نص معلقة كاري وضفت ربع معلقة ملح، ما كترتش لان هي كده كده فيها بهاراتها وتمام يعني. بجيب بقى الاقراص بتاعتي بعد ما استوت وبقت جميلة، بنزل بيها بالبيض واكون مشغلة الطاسة بتاعتي او المقلاية بتاعتي وبقلي الاقراص الجميلة ديت وطعمها لذيذ جدا جدا. عملت جنب منها رز بالشعرية وطعمها لذيذ. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، والسلام عليكم.